طالب علمي رياضه، اخبار؟ الحمد لله لسه عايش تحت الصفر، وكل جبار ظالم جاته داهيه. تعاني من ايه كطالب علمي رياضه؟ بعاني من التكبر بتوع علم علوم ومدرسين الاحياء في سنه تانية. حتى لو علم علوم شايفين اسهل قسم، احنا اصعب برضه. هم عندهم احياء، احنا عندنا 4 فروع رياضه. ايه اللي بيضايقك من المجتمع كطالب علمي رياضه؟ بيقعدوا يقولوا لنا انت هربان يا اخويا من علم علوم، مالكش في المذاكره ولا انك تتعب زي طالب علم علوم المسكين الغلبان المجتهد. مش زيك كسول. يا كسول انت كسول. مين اعدائك كطالب علمي رياضه؟ مدرسين الاحياء اللي بيضطهدونا واحنا في تانية ثانوي، فبيضغطوا علينا عشان كله يبقى علم علوم. من اعدائي برضو بتوع علم علوم اللي بيقعدوا يتريقوا علينا عشان شايفين ان احنا ما بنذاكرش ومتهربين من علم علوم. ايه هي امنيه حياتك كطالب علمي رياضه؟ الناس تقتنع ان علم الرياضه فيه اضعاف مذاكره علم علوم، وبتوع امتحانات الاستاتيكا والتفاضل والتكامل يرحمونا شويه، عشان كده كتير بصراحه. في نهايه البودكاست ده تحب تقول ايه للمجتمع؟ والله احنا بنذاكر اكتر من عدد خلايا جسم طالب علم علوم اللي فرحان لي بنفسه. وكمان انا سامع ان الروبوتات بدات تخش المجال الطبي. الكلام على ايه يا بتوع علم علوم؟ شكلكم هتقعدوا في البيت ولا ايه؟